تقرا في اولا باك ما عندكش مع الفرنسيه وما بغيتيش تخلي الورقه ديالك خاويه، جبت لكم منهجيه صالحه لجميع المواضيع اللي تقدر تكتبهم في الانشاء ديال بروميي باك او لا باك حر، باش حتى نتوما تجيبوا النقاط ديالكم وحتى نتوما تحصلوا على نقطه مزيانه في الفرنسيه. فكيف ما كتعرفوا برودكسيون اكريت راه كيشد النصف ديال الفرنسيه كامله، يعني خاصك تجيب في البرودكسيون اكريت نقطه مزيانه باش تطلع لك حتى الاسئله ديال النص والاسئله ديال الدروس اللغويه. اذا اجي نوريكم المنهجيه بحالاش. نبداو بالمقدمه. المقدمه ضروري ومؤكد انكم تدخلوا واحد جوج مربعات هنايا وعاد كتبدا المقدمه ديالك، كتبدل فقط اسم ديال الموضوع، وضروري خاصك تسالي بعلامه استفهام. الا بغيتي شرح ديال المقدمه هكا كلمه بكلمه غتلقاها في دابا فهمت برومي باك دوزيام باك. وبالنسبه للعرض حتى هو راه كتكتب غير كتبدل السميه ديال الموضوع هنا فقط، يعني الموضوع اللي كيتكلم عليه الانشاء ديالك. بالنسبه لهادو ضروري خاصك تحطهم، هادو هما ادوات الربط، حتى هما عليهم النقطه ديالهم. والا كان عندك الارغيومون، عندك حجه، عندك شنو تكتب هنايا كتبو، ما عندكش ماشي مشكل، المهم كتب هادشي باش حتى هو تشد عليه النقطه ديالك. وحتى هادشي راه شرحته في قناه دابا فهمت برومي باك دوزيام باك، شرحته بالتفصيل. وهذه هي الخاتمه، كتكتبها حتى هي وكتبدل غير السميه ديال الموضوع اللي عطاك الاستاذ ديالك. وما نساوش نديروا هذه واش هي نافعه للمجتمع ديالنا المحيط ديالنا او لا، يعني كتكتب وحده فيهم. وكان هذا هو الموضوع ديالنا، كيفاش تكتب وكيفاش تجيب حتى انت النقطه ديالك في الفرنسيه. وما تنساوش بلي راه كنجاوبوا حتى على الاسئله ديال النص. دابا راه وصلنا 4 ديال النقاط ومازال غادي نزيدكم ان شاء الله. ما تنساوش تابعوني على قناه دابا فهمت برومي باك دوزيام باك، هادشي راه شرحته لكم في لايفات، ودابا جيتكم باش انني نلخص لكم في هاد الريلز هذا. وما تنساوش تابوناو في لاباج دابا فهمت برومي باك دوزيام باك، طاقي صاحبك باش حتى هو يستافد وحتى هو يجيب النقطه ديالو. شكرا على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد.